بتدور أحداث فيلمنا عن بنت أبوها بيتخطف، وفي أثناء ما هي بتدور عليه بتكتشف أسرار خطيرة كانت السبب في الكوابيس المرعبة اللي بتلازمها من صغرها. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع بنت اسمها سارة وهي بتجري في مدينة ألعاب من ناس شكلهم مخيف جدا، وبتستخبى منهم جنب دمية لكنها بتتحرك، فبتترعب وبتكمل جري لحد ما بتقف في إحدى الألعاب والناس المخيفة بتحوطها، وفجأة بتظهر روحها بشكلها المرعب وبتولع النار في كل مكان بما فيهم سارة اللي بتتحول لرماد. وفي نفس اللحظة بتقوم سارة من النوم مفزوعة وبتصرخ، وبيجري عليها أبوها وبيهديها، وفجأة بيظهر وراه مخلوق مخيف وبيموته، وبيكون كل ده حلم. وبتقوم سارة تفطر مع أبوها اللي بيجيب لها جاكيت علشان عيد ميلادها ال18، وبالرغم إنه بيعجبها لكن بتتخض لأنها كانت لابساه في الحلم. بس في النهاية بتشكر أبوها وبتاخد شنطتها علشان تروح المدرسة، وبيحذرها أبوها إنها تتعامل مع حد ما تعرفوش وبيودعها. وبعدها بيقطع الأب ورقة عليها اسم مكان معين، وبيطلع صندوق عليه علامة مميزة وبيحط الورقة في ظرف، وبياخد صورته مع مراته وسارة وبيحطها جنب المراية، ومرة واحدة بينتقل لعالم تاني، وبتظهر له مراته اللي بتطلب منه يحمي سارة ويبعدها عن المكان اللي فيه الورقة لأن أهل المكان مش هيسيبوها. وبعدين بتختفي مراته، وبيلاقي سارة وهي صغيرة قاعدة وراه، وبيعرفها إن أمها ماتت في حادثة وهي كمان فقدت الذاكرة، وبيحضنها، وبنلاحظ ختم أثري بيقع منها على الأرض. أما سارة فبتقابل واحد بيشبه عليها لكن بتسيبه وبتمشي بحجة إنها متأخرة على المدرسة، وبنلاقي سارة ماشية وسط الطلاب، وفجأة المكان بيفضى عليها وبتشوف نفسها وهي صغيرة لما أصحابها كانوا بيتنمروا عليها وبيقولوا عليها ساحرة. وفجأة بتروح لمكان ضلمة شكله مرعب، وبيظهر قدامها وحش وبيقرب عليها، لكن بيلحقها جافي صاحبها الجديد وبيجي من وراها وبيرجعها لوعيها من تاني، وبيقول لها انه مش عارف يوصل للفصل، لكن سارة بتتجاهل كلامه وبتسيبه وبتمشي. بس جافي بيروح وراها وبيحاول يتعرف عليها لكنها للاسف مش بتديله فرصة. بعدها بتخرج سارة من باب المدرسة وبتلاقي الشخص اللي قابلها واقف مستنيها، فبتخاف وبتدخل المدرسة تاني وبتتصل بأبوها وبتعرفه ان في واحد بيراقبها، وبتتفق معاه انهم هيتقابلوا في المول اللي جنب المدرسة. وبمجرد ما بيفتح ابوها الباب علشان يخرج بيهجم عليه الشخص ما. اما سارة فبتروح المول وبتشوف اطفال بيحتفلوا بعيد ميلاد، لكن بعد شوية بتتخيل انهم اتحولوا لمناظر بشعة وبياكلوا لحوم ني وبيعملوا حركات غريبة. وفي نفس اللحظة بيلحقها الراجل اللي بيراقبها فبتجري منه، لكن كل الناس اللي بتشوفهم بتلاقي اشكالهم مخيفة. فبتدخل في اوضة وبتشوف واحد ضخم جدا بيقطع لحم بني ادم وبيطبخه مع صاحبه، وبتترعب من المنظر، وبتفضل تجري لحد ما بتدخل اوضة وبتقفل عليها، لكن الراجل اللي بيراقبها بيدخل وراها وبيعرفها انه محقق وانه عارف السبب الحقيقي اللي ابوها مخبيه عليها ومخليهم يهربوا من مدينة للتانية كل شوية، لكن بتخاف منه وبتحبس نفسها في الاسانسير. لكن المحقق بيقول لها ان امها ضحت بنفسها علشان تحميها من منظمة ملعونة، والمنظمة دي عاوزة توصلها علشان تستدعي روح شريرة في جسمها. لكن ما بيلحقش المحقق يكمل كلامه وبيظهر ورا وحش بيقطع له صوابعه، فبتشده سارة وبتنزل بالاسانسير، وبيفضل الوحش وراهم لحد ما بيقف الاسانسير وبيختفي. وبمجرد ما بتفتح سارة باب الاسانسير بيظهر الوحش تاني وبيسحب المحقق. اما سارة فبتجري والانوار بتنطفي من وراها لحد ما بتدخل اوضة وبتقفل الباب عليها، وما فيش ثواني وبيدخل عامل النظافة للاوضة، وبتتخض سارة وبتطلع تجري وبتخرج من المول. في الوقت ده بتكون الشرطة وصلت وبتاخد جثة المحقق، وبيلاقي الضابط صورة سارة في جيبه، وبيكون جافي من ضمن الناس اللي واقفة وبياخدها يوصلها. ولما بيركبوا الاتوبيس بتعرفوا سارة انها ما بقتش عارفة تفرق بين الحقيقة والاحلام، فبيحكي لها جافي ان في القرية بتاعته واحد مجنون كان دايما بيقول ان مفيش وجود للاحلام، وبيعرفها كمان ان امه كلوديا بقت حاكمة القرية وحبست الراجل في مستشفى المجانين بسبب كلامه. واخيرا بتوصل سارة للبيت وبتدخل تدور على ابوها لكن مش بتلاقيه، وبتشوف رسالة مكتوبة بالدم على الحيطة فيها المكان اللي ابوها كان كاتبه في الورقة وجنبه علامة مميزة، وبتفضل تصرخ لدرجة ان جافي بيسمع صوتها وبيخبط عليها. بعدها بتفتكر سارة شكل العلامة لانها كانت على الصندوق بتاع ابوها، فبتجيب الصندوق وبتاخد الورق اللي فيه، ولما بيمسك جافي صورتها مع اهلها بتعترف له انها بنتهم بالتبني، وبتفضل تقلب في الصندوق لحد ما بتلاقي ختم اثري فبتاخده، وبتاخد كمان المسدس اللي جنبه، وبيهربوا من البيت بالعربية قبل ما الشرطة تقبض عليهم. وفي الطريق بتطلع سارة رسالة من ابوها وبيعرفها ان الراجل اللي موته زمان يبقى عضو في منظمة ملعونة وكان عاوز يخطفها،
وبيتأسف لها انه فضل طول الفترة دي مخبي الحقيقة عنها. بعدين بتطلع كتاب فيه تاريخ المكان اللي ابوها مخطوف فيه، وبتعرف ان المنظمة اللي بتدير المكان بتتنبأ ان من 100 سنة هيتولد فيها حد علشان يحضروا روح شريرة من خلاله هتخليهم يسيطروا على العالم. وقتها بتفتكر كلام ابوها لما كان بيحكي لها ان المنظمة اتبنت على جثة بنت الشيطان اللي اسمها إليسا، والمنظمة حاولت تولع فيها لكن النار ما بتحرقهاش، وده خلاها تستدعي ارواح من عالم تاني، وده كله بمساعدة الجلاد اللي بيكون الحارس بتاعها. وبيقرروا بعدها يباتوا في فندق لحد الصبح، ولما بتنام سارة بتحلم بإليسا وهي بتنشر الارواح بين الناس وبتقضي عليهم، وبتصحى من النوم مفزوعة. لكن بتلاقي جافي لسه قاعد وبيعرفها انه يبقى ابن المنظمة، وكان بيقرب منها علشان يرجعها للمنظمة، وبيوريها العلامة اللي حفروها بسكينة على جسمه مقابل انهم يسمحوا له بالخروج علشان تتأكد من كلامه. بس هو مش قادر يخدعها اكتر من كده لانه حبها، وبيعرفها ان إليسا هي اللي اذت شعبه والمنظمة عاوزاها علشان تحضر روح إليسا وتقضي عليها. فبتتعصب سارة لما بتعرف انهم هيموتوها وبتجري على الباب، لكن فجأة النور بينطفي والأوضة بتتحول لمكان مخيف، وبعدها بيظهر وحش وبيضربهم هما الاتنين. وتاني يوم بتصحى سارة بعد ما الأوضة رجعت لطبيعتها، وبتخرج تتمشى وسط الضباب اللي في الشارع، وبتدخل المدينة برجليها، وبتفضل ماشية لحد ما بتشوف جثث متعلقة على الشجر وبيخرج من وراهم ست، وبتعرف انها ام إليسا، وبتحكي لها ان المنظمة خدوا منها بنتها غصب عنها وولعوا فيها، لكنها ما ماتتش وقررت تنتقم منهم كلهم، وشالت الجزء الطيب منها وحطته في طفلة رضيعة وسابتها قدام ملجأ، والطفلة دي تبقى هي. في نفس الأثناء بتحس سارة بحاجات غريبة وبتجري تستخبى في بيت، وبتلاقي فيه تماثيل من الشمع، وبتفضل ماشية بينهم لحد ما بتلاقي تمثال بيبصلها، وبتطلع تجري وبتلاقي واحدة مربوطة في شبكة عنكبوت وبتفكها، بس بيتصدموا الاتنين لما بيشوفوا العنكبوت اللي ب3 رؤوس بيجري وراهم. وفي أثناء ما العنكبوت بيطاردهم بيلاقوا باب للخروج لكنه بيبقى مقفول، فبيستخبوا ورا دولاب، ولما العنكبوت بيهجم عليهم بيدخلوا الاتنين في ماسورة، بس للأسف العنكبوت بياخد البنت اللي مع سارة. وعلى الناحية التانية بنلاقي كلوديا مكتفة أبو سارة وابنها جافي، وبتحكم عليه إنه يدخل مستشفى المجانين زي الراجل اللي حكى لسارة عنه، والمفاجأة إنه يبقى جده. في الوقت ده سارة بتهرب من العنكبوت وبتلاقي نفسها قدام مستشفى المجانين، وبتقرر إنها تتسحب وتدخل لها، وبتعرف مفتاح الأوضة بتاعت جد جافي وبتروح له، وبتقابل في طريقها وحش مخيف بيوقعها على الأرض وبيهجم عليها، فبتطلع سارة المسدس وبتموته، وأخيرا بتلاقي رقم الأوضة وبتفتحها لكن الباب بيقفل لما بتدخل، وبنلاقي جد جافي مربوط بسلاسل وبيهجم عليها من ظهرها لكن مش بيطولها. وقتها سارة بتقوله إنها عاوزاه يساعدها تنقذ أبوها، وفي المقابل بتديله الختم اللي معاها، لكن هو كان بيخدعها وبيدخل الختم جوه جسمه علشان يدمجه مع النص التاني وبيخنقها من رقبتها، بس سارة بتضربه طلقة بتطيره بعيد عنها، لكن ما بيعديش ثواني وبيتحول جد جافي لوحش كاسر وبيهجم عليها وهي بتضرب عليه الرصاص، لكن الرصاص ما بيأثرش فيه وبيكسر الباب الحديد برجله وشايلها على كتفه. وبتلاحظ سارة ان جسمه فيه فتحات، فبتمد ايديها ببطنه وبتطلع الختم وبيتحول قدامها الرماد. بعدها بتحس سارة ان إليسا معاها، وفجأة بتلاقي واحد مد ايده من الزنزانة اللي وراها وبيمسكها، ولما بتقدر تبعده عنها بتظهر ايادي كتيرة جدا من الارض اللي حواليها، ولحسن حظها بيظهر الجلاد وبيقطع ايادي الناس كلها. وبنلاقي سارة دخلت اوضة تانية وبتسمع صوت حد وبتستخبى، وما فيش ثواني وبنلاقي الحراس رابطين جافي وبيدخلوه اوضة، لكن للاسف بيكون في الاوضة ارواح وبتموت اللي بتسمع صوته او يتحرك جنبها، وده بيخليهم يخلصوا على الاتنين الحراس اللي مع جافي. وبعدها بيحاول جافي يفك نفسه لحد ما بيلاقي سارة جاية من جنبه وبتفكه بسرعة، وقبل ما واحد منهم يضربه بالسكينة بتوقع سارة السرير، وبتجري بسرعة تاخد السكينة من على الارض وبتفك ايده وبيهربوا. ولما بيخرجوا بياخدها جافي لمدينة الملاهي وبينصحها انها تهرب، لكنها متمسكة انها ترجع ابوها. وبالفعل بيدخلوا الاتنين وبيشوفوا مجموعة حراس لابسين اقنعة، وبيقرر جافي وقتها انه يضحي بنفسه علشان يلهي الحراس عنها، وبيجري قدامهم. وبتقوم سارة تبص عليهم وفجأة بيظهر واحد قدامها، بس بتقدر انها تشيل القناع من على وشه وبيموت، وبتفضل تجري من الباقيين لحد ما بتطلع على اللعبة اللي حلمت بيها. وما فيش ثواني وبنشوف الناس اللي كانت ماشية وراها في الحلم موجودين، وبتظهر إليسا قدامها وبتولع النار في كل الموجودين. وبتقول إليسا لسارة انها جزء منها وجه الوقت علشان تستردها، وده بيفسر سبب الكوابيس والحاجات
الحاجات اللي كانت بتشوفها سارة. وهنا بتحاول إليسا تقتلها علشان ترجع للحياة مرة تانية، وبتخنقها من رقبتها وبيمسكوا الاتنين بعض، لكن الخير اللي جوه سارة بينتصر وبتموت إليسا وبتتحول لرماد. بعدين بتدخل سارة المعبد وبتشوف أبوها وجافي متكتفين، وبتقابل كلوديا وبتفتكر سارة إنها موتت إليسا وحررت المدينة، لكن بتظهر نوايا كلوديا وبتعرفها إنها مش هتسيبها تمشي هي وأبوها علشان تحضر الروح الشريرة في جسمها، وبتقعدها على ركابها وبتخليها تطلع الختم وتديهولها. وبمجرد ما بتلمسه كلوديا بتتحول لشكل مخيف جدا وقدراتها عالية، وبترفع سلاحها علشان تموت سارة، بس لحسن حظها بيظهر الجلاد مرة تانية وبيدافع عنها، وبيدخل في معركة عنيفة مع كلوديا واللي بتظهر فيها قوتها وبتجرح في جسمه كله، لكن الجلاد بضربة مميتة بيطير رقبتها بسيفه. وبيخرجوا هما التلاتة من المعبد، بس أبوها بيقف مرة واحدة وبيقول لها إنه هيدور على مراته، وبيطلب من جافي يخلي باله منها وبيودعها، وبيختفي وسط الضباب. أما الاتنين فبيوقفوا عربية تاخدهم من المدينة، وأول ما بيمشوا بنلاقي الشرطة داخلة المدينة، وفي النهاية بينتصر الخير وبيطهر المدينة من الأرواح الخبيثة اللي كانت مسيطرة عليها. شكرا ليك جدا لو وصلت معانا لحد هنا، ما تنساش اللايك والشير.